ميسون، بتنورينا دايما يا دكتوره. ويمكن ده كان اتفاقنا من الاسبوع اللي قبل الماضي ان احنا لازم نتكلم في العلاقات الزوجيه. يمكن ده عدد كبير من الساده المشاهدين اللي بيتابعونا كانوا طالبين فعلا ان احنا نتحدث في هذا الموضوع. عايزه اتكلم على سر السعاده الزوجيه اللي كل بيت بيبحث عنها. دايما الناس بتقول ان اول سنه بتبقى اصعب سنه، وبعدين سابع سنه، وبعدين السنه 13، يعني مقسمينها كده. بنقضي عمرنا كله بندور على السعاده بالظبط. لكن اول شهور في الزواج وهو الاختلافات الجوهريه اللي ما بتكون ما بين الزوج والزوجه، ده بتكون نتيجه بيت ولا نتيجه تربيه ولا نتيجه بيئه، ولا اساسا في اختلاف جوهري ما بين الرجل والمراه؟ هي النقطة الأخيرة اللي حضرتك أثرتيها هو ده لب الموضوع. لأن هو الأساس إن في طبيعة للرجل تختلف تماما عن طبيعة المرأة، من الناحية السيكولوجية ومن الناحية الجسمانية ومن الناحية الذهنية، في اختلاف ما بينهم كبير جدا. سريعا كده بس ندي نظرة سريعة عن إيه الفرق ما بين الرجل والمرأة. المفروض ان الرجل، لان زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق مرتبطه بخلق ادم وحواء، الرجل خلق من شيء مادي، فبالتالي هو يغلب على عقله، يعني الجانب العقلي اكتر عنده، اعلى من الاستخدام العقل العاطفي عنده. على عكس طبيعه المراه تماما، اللي هي اصلا خلقت من شيء حي بينبض بالمشاعر والاحاسيس، لانها خلقت من ضلع ادم. فبالتالي ما اقدرش انا اهمل الجانب الوجداني عند المراه، وما اقدرش اهمل من الجانب العقلي عند الرجل. دي حته مهمه جدا. في ايه بقى الاختلافات ما بينهم اللي ممكن تعمل الاختلافات دي؟ عدم معرفه طبيعه الرجل، الخلق يعني. بالظبط. الراجل ليه طبيعه، يعني بصي ربنا سبحانه وتعالى حتى خلق من الناحيه الجسمانيه، تلاقي جسد الرجل يختلف عن جسد المراه. ليه؟ عشان كل واحد يتجاذب للاخر، يعني لازم يكونوا مختلفين عشان يكونوا متجاذبين. ما ينفعش يكونوا هما الاثنين زي بعض، والا كان ما فيش حد منهم هينجذب للآخر. بداية إن الزواج علاقة تكميلية وليست علاقة ندية أو علاقة أنت لوحدك أنا لوحدي أو الند بالند. لا، إحنا بنكمل كل حاجة بالظبط. إحنا بنكمل بعض. يعني أنت زي ما تقولي أنت في مركب، يا إما هتغرق احنا الاثنين هنغرقها، يا اما احنا الاثنين هنوصل لبر الامان بيها. نرجع نتكلم، بنقول البوينت او النقط الرئيسيه. طب هقولهم لك في السريع. ايه الفرق ما بقى؟ نيجي نتكلم دلوقتي مثلا لو ان المراه في مشكله في البيت، خلاص مشكله كبيره في البيت، الراجل شيء طبيعي انه بياخد عزله، بياخد جنب. في الوقت ده اللي ما بيحب يقعد مع نفسه، ما ينفعش ان المراه تيجي تقحم العالم بتاعه، لان هو عايز يقعد يعيد ترتيب افكاره، لان هو اصلا لانه عقلاني قوي، فبيحب دايما يطلع نتيجه مقدمات منطقيه. على عكس المراه لان بيغلب عليها الجانب الوجداني قوي. لو هي عندها مشكله هي عايزه تتكلم، انا عايزه افضفض، مش مهم حد يقول لي حل، بس انا عايزه افضفض. لو الراجل هنا قعد مع نفسه وما لقاش حل، ممكن يلجأ لصديق عزيز عليه قوي، يقول له ان انا دلوقتي في مشكله كذا كذا عايزه احلها. لو ما لقاش حل عند هذا الصديق، او ان الحل ما كانش مناسب عشان المشكله تخلص، هو ممكن بقى يلجأ ان دايما يروح بقى يقعد على القهوه، يقعد مش عارفه ايه، او يهرب من المشكله تماما. المشكله ليها علاقه بالبيت، بالزوجه يعني. او علاقه، او اي حتى لو علاقه في العمل. يعني انا عايزه اقول دايما ما بيلجاش للزوجه يا دكتور. ما هو بقى لان احنا عندنا مفهوم خاطئ كبير جدا ما بين العلاقات الزوجيه. اول حاجه ثقافه الزواج عندنا مختلفه. بتلاقي ان الزوجه او البنت قبل ما بتتجوز عندها ثقافه خاصه، بحيث انها زي ما تكون بتهتم بروحها قوي عشان تجذب عريس. بمجرد انها جذبته واتجوزت، خلاص هي بقت زيها زي اي حاجه في البيت. مفيش بقى اللي هي الروح اللي هي تحسي انها النشره الدفء. لازم نبقى متفقين ان سعاده الراجل في ايد الست، يعني لا، سعاده المراه في ايد الرجل. لو الراجل منح السعاده للمراه، المراه هتمنح السعاده للزوج وللاولاد وللبيت. لو الراجل ما ادهاش، لا، لان احنا قلنا ان المراه بيغلب عليها العقل العاطفي. هي بطبيعتها رومانسيه، تنشر الرومانسيه بس بتحتاج تدعيم من الزوج في البدايه. لو الزوج اداها هذا التدعيم، يعني انا دايما اقول اي راجل هنفضل تابع. لا مش تابع، لان هو لو هو اداها السعاده، هقول لك المراه في حياه الرجل جزء من حياته، ما هياش كل حياته. ده هي بتيجي في مرتبه بعد كذا حاجه. اما الرجل عند المراه ممكن يكاد في بعض من الاسر يكون هو كل الحياه المراه، او لو جه يبقى بيجي في مرتبه ثانيه بعد الاولاد.
فهي برضو ده الاختلاف، ان هو عنده العمل في الاول لكن هي عندها الزوج في الاول، حتى لو هي بتشتغل حتى لو هي بتعمل اي حاجه. فهي الاختلاف ما بين الجزئيتين دول. فهي دايما تقول له انت متبلد، ما انتش حاسس بيا، انت مش حاسس بمشاعري، انت مش، هو مش هيقدر يتعامل معاها بالشكل الرومانسي الكامل اللي هي طالباه، وهي مش هتقدر تتعامل معاه بالشكل العقلاني الكامل، لان هو بيغلب عليه العقل التحليلي. الراجل بصري، المرأة سمعي. بمعنى ايه؟ الراجل لما يجي يتعامل مع اي مشكلة لازم يبقى شايفها قدام عينه عشان يطلع كونكلوجن معين. لكن المرأة لو انا اتكلمت بالظبط نتائج معينة، لو انا اتكلمت مع اي زوجة اصلي وجوزك بيعمل وبكده، هي ممكن تاخد قرار بمجرد انها سمعت مني كلام، مش لكن هو عشان ياخد قرار بيبقى عايز يشوف حاجة مادية قدامه ملموسة، على عكس المرأة اللي ممكن تبقى تبقى يعني عايزه حاجه حسيه تسمعها بس. حتى في ادق العلاقات اللي ما بين الزوج والزوجه في اختلاف، لان حتى مثلا ما بيجوا يعني المعاشره الزوجيه بالنسبه للرجل ما يعني لازم يبقى مفتح عينه، على عكس المراه اللي لازم تغمض عينها. بمعنى ان الراجل لازم يتعود يتعامل بشيء مادي، المراه تطلق الخيال، العقل الخيالي يسيطر عليها فتغمض عينها عشان تعيش في العالم الخيالي بتاعها. تمام. لما نيجي نقول ان المراه مثلا دلوقتي هما الاثنين متخانقين في مشكله ما بين الزوج والزوج، تمام، اول حاجه الزوج بيبقى مش عايز يكبر المشكله. مشكله الزوجه الرئيسيه اللي كتير جدا من الازواج مش فاهمينها، ان هي بيسيطر عليها في وقت المشكله العقل اللاواعي او العقل اللاشعوري. بمعنى ايه؟ بتبقى بتكبر المشكله، لا هي بتبتدي تستدعي ملفات قديمه، ممكن تجيب له من اول معرفته، في اليوم الفلاني قلت كذا، عملت كذا، اتخانقنا مع كذا، فاكر لما مامتك قالت لي كذا وانت ما ردتش، فاكر لما تسترجع كل الملفات في الماضي، فتجيب له تاريخه من اول ما اتجوزته لحد هذه اللحظه. الراجل طبعا نساي، ملوش علاقه بالحاجات دي، هو المشكله اتحلت خلصت. لما يجي حتى الراجل عنده مشكله، المفروض ان المراه لما تيجي تتكلم معاه تعرض له مشكله واحده بس، لان هو قدراته الذهنيه يركز في حاجه يخلصها ينتقل على حاجه ثانيه، على عكس المراه ان ممكن تركز في 3 4 حاجات في وقت واحد، هي عندها المقدره على كده، هو ما عندوش المقدره. احنا هنا بنتكلم عن طبيعه، عن جينات، عن تكوين، يعني برضه عشان الناس لازم تبقى، لان اللي هي دي ده بيحدث فعلا في بيوتنا بس احنا مش فاهمين. لا هو دي طبيعه احنا كده فهمنا ان دي الطبيعه، التكوين الاساسي للانسان، للرجل او بالظبط، هي ده تكوينه، بحيث ان هو انا اقول ان ده راجل فعنده 1 2 3 4، دي امراه فعندها كذا كذا. لو انا مش عارفه، يعني لو انا مثلا لسه في فتره الخطوبه ومش عارفه يعني ايه زوج وهو مش عارف يعني ايه زوجه، احنا بس مجرد حبينا بعض وارتبطنا واتجوزنا، 83% من الحالات اللي بتتبني على حب نسبه طلاقها 83%. على حب اللي اتجوزوا على حب في الجيل الجديد معظمهم ممكن يتجوزوا بعد 3 شهور 6 شهور بكتيرهم سنه بيتطلقوا. ليه مش المفروض العكس يا دكتوره؟ ان الحب هيجعل ان هم يكونوا اكثر تحملا واكثر خوفا على بعض؟ اول ما بتبتدي الطبيعه اللي دي انا مش فاهمه الطبيعه دي وهو مش فاهم الطبيعه دي، بيبتدي بقى الخلافات، فما حدش بيستحمل، فبقى على طول في سرعان ما بينهم وما بينه المشكله دي كلها. فدي مشكله، وطبعا اختلافات سيكولوجيه كتيره جدا، لكن الراجل مختلف عن طبيعه المراه. طب لو احنا عايزين نقرب، ما احنا الاختلافات دي مش هنقدر ان احنا نعمل فيها نغير، احنا المفروض نقرب بقى، نقربها بقى بالظبط. انا ممكن من وقت للتاني لو انا رجل، من الوقت للتاني اجي على نفسي واحاول حتى ولو بالكذب ابين ان انا، يعني انا ما اعرفش ليه الرجاله بتفتقد انها ممكن تقول بره كلام حلو لكن تيجي عند الزوجه ما تسمعهاش كلام حلو، علما ان المراه حسيه يعني سمعيه، الكلمه اللي بتتقال هنا بتشتغل في القلب على طول. هل يا دكتوره فعلا ان مع العشره ومع ده رد يعني للسؤال حضرتك، يعني مع العشره ومع الوقت الزوج ما بيشعرش بجمال المراه زي ما بقول كده، الشكل التعود، يعني هو ابتدى ان هو يتعود عليها، بيشوفها وهي صاحيه وبيشوفها وهي بتتخانق وبيشوفها وهي بتزعق للولاد وبتشوفها وهي منعكشه وبيشوفها في كل الحالات، بيشوفها الراجل بطبعه وبيبقى عارف ان هي خلاص دي بتاعته فلا مساس يعني. لا هو الراجل ملول، فباستمرار بيحتاج لتغيير. ممكن التغيير يبقى في ديكور البيت، ممكن التغيير بيبقى في ستايل اللبس، ممكن التغيير يبقى في حاجات كتيره جدا. ما ينفعش ان انا امشي زوج فتره سنين طويله على نفس النظام اللي انا ماشيه عليه، مفيش اي تغيير. هو بعد شويه هيمل، طب انا مش عايزاه يمل، يبقى مطلوب مني التغيير. في نفس الوقت الزوج كمان مطلوب منه الاهتمام بنفسه والاهتمام
بزوجته. لان انا دايما اقول مفتاح السعاده يعني عمود البيت اللي هو للراجل، لكن بقيه البيت كله سيبه للست، ما تتدخلش فيه، لانك انت برضو ما تقحمش العالم بتاعها بحيث ان هي دايما تحس انها تابع، ما هياش تابع. انا يعني ما بقولش ان انا قاريه كل حاجه في القران الكريم، ما فيش حاجه في القران الكريم ما فيش فروق ما بين الزوج والزوجه، او ما فيش ما بين الرجل والمراه عامه. يعني ده بيصلي فياخد جزاء، ده ما بيصليش ملوش ليه عقاب، الزاني والزانيه برضو ليهم نفس العقاب، ما فيش اي فروق ربنا خلقها. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم، ما قالش ولقد كرمنا بني الرجال او ولقد كرمنا بني النساء، هو ربنا كرم الانسان كانسان سواء رجل او امراه، فبالتالي ما فيش اختلاف كبير. الاختلاف ده عشان يكمل بعض، لان عاده دايما الحاجات اللي بتبقى سالب وموجب بينجذب بيعيشوا اكتر. طيب. لكن لو الاثنين موجب او الاثنين سالب ممكن تؤدي لمشاكل كتيره جدا. طيب وجعلنا بينهم موده ورحمه. بالظبط. يعني ده اللي المفروض القرآن قاله لنا، وده اللي احنا يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، حتة السكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. بعد كده يقول لك ايه؟ ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني الناس اللي يقولوا الألباب اللي عندك مخ وفكر. اول حاجه في العلاقات الزوجيه هي السكن. طيب. لو فقدت السكن ادي فقدت وعد. هقول لك بس ايه الفرق ما بين الموده والحب. كنت عايزه اضيف حاجه بقى. ستات كتيره قوي تقول لك طب والحب فين؟ ده الحب اساس العلاقه. لا لا، العشره اساس العلاقه بعد الجواز. ممكن الحب قبل الجواز لكن العشره بعد الجواز. لما نيجي نقول ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش حب وموده؟ ليه ما قالش حب ورحمه؟ ليه قال موده؟ اول حاجه الحب هو مشاعر موجوده في القلب فقط لا غير، اما الموده هي السلوك العملي لترجمه المشاعر اللي موجوده في القلب. عشان الراجل تحليلي وعقلاني، فبالتالي دايما عايز من مراته سلوك عملي، مش مهم يسمع كلمه، هو عايز سلوك عملي. اما بالنسبه للمراه لان بالظبط لان هي طبيعتها رومانسيه وعاطفيه وبيغلب عليها العقل العاطفي، فهي عايزه الموده والرحمه في المعامله. نضيف بقى المثلث عشان يكتمل مثلث العلاقات الزوجيه، الموده والرحمه والاحترام. لان لو في موده هيبقى لازم يبقى في احترام، لازم يبقى في رحمه. لو فقدتي واحد من اضلاع المثلث دول هتنهار العلاقات الزوجيه. طيب لو احنا، وانا مش عارفه طبعا هتقدر ان احنا الوقت اللي معانا ان احنا نقدر نقسم. لا اصل دي مواضيع عايزينها سنين وسنين، حتى بالظبط ناخد ولو جزء. لو احنا قسمنا الحياه الزوجيه اول 3 سنين، اول مثلا بعد كده سنوات، يعني سنوات، هي بصي التعامل بالحب يكون ازاي؟ التعامل بالموده والرحمه يكون ازاي؟ حاله الملل اللي ممكن في بعض الاحيان بتصيب الزوج اكتر من الزوجه. اول حاجه قبل ما هجاوب لك على التقسيمات، الراجل بيحتاج لاجازه زوجيه، ودي فعلا لازم ياخد الاجازه الزوجيه. يا دكتوره خلاص نخليها يعني نخليها بس يا ريت حضرتك تكملي. طيب الراجل بيحتاج لاجازه زوجيه، ما فيش حاجه اسمها انت رايح فين وجاي منين. لو انت حطيتي له قفص من الماس وقعدتيه جواه هيبقى حاسس بخنقه. ما ينفعش الزوجه طول ما هي كابسه على نفسه رايح فين جاي منين قابلت مين سويت ايه، فلازم ان انا اديله وقته، فياخد اجازه اسبوع كل 3 شهور، اسبوع كل شهرين، بس لازم يخرج عشان لما بيرجع يبقى في تجديد وفيها للاسف الوقت انتهى، وانا بستمتع جدا يعني وبستفيد، ويمكن نقول عدد كبير فعلا من الناس اللي بتتواصل معايا بتنتظر فقره حضرتك جدا. عايزين نقسم التقسيمه دي يا دكتوره خلال الاسابيع القادمه، هنحاول ان احنا ننشر السعاده الزوجيه فعلا داخل بيوتنا المصريه باذن الله. بشكر وجودك معايا يا دكتوره، وكل سنه وحضرتك طيبه. بشكر وجود كل الساده المشاهدين، واشوفكم الاسبوع القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.